ممكن يكون في منه اصدار ايفون 7 اس والايفون 7 اس بلس ينزلون في سنه 2017. بس ها في شيء جديد، لون الاحمر. هي لا 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 شلون كذي؟ لا 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 ابل حركات صدقكم والله. والله صدق اذا نزل ايفون 7 اس او ايفون 7 او ايفون 7 اس بلس داهيه، هذه داهيه. 4 سنين شنو التطورات سويتها؟ لحظه، لون ذهبي، لون وردي، روز جولد، اسف روز جولد، لون اسود، وشنو اقوى ابتكار؟ جت بلاك. بيع الناس تليفونات وحط لهم كفرات وخله يبدا ب 128 جيجا بايت. جت بلاك. ها خلينا ننزل لون احمر، ليش لا؟ صح؟ او جت وايت. ابل الظاهر راح تغير تركيزها على الايفون، انه بس تزيد لك الالوان، تزيد لك الالوان. شركات ثانيه قاعد تزيد لك ملي امبيرات، تزيد لك بكسلات، تزيد لك رامات. شركه ابل تزيد لك الوان وتشيل لك فتحات 3.5 ملي. اتمنى ان هذه فعلا تكون بس اشاعه، وفعلا ابل تبتكر لنا شيء جديد. ابل نحتاج شيء جديد منكم، نحتاج تصميم جديد، نحتاج عتاد جديد، نحتاج سياسه جديده. حتى اي او اس لازم يتغير خلاص، من اي او اس 1 ل اي او اس 10 هم ايقونات احنا نضغط عليها. الويدجتس قاعد تسوون لنا تيز، لان هذه مو ويدجتس. خل نظام التشغيل مال اي او اس يستخدم ويدجتس. شوف اندرويد شلون في ويدجتس، شوف ويب او اس شلون في ويدجتس، شوف سيمبيان 3 شلون كان في ويدجتس، شوف حتى ويندوز فون الفاشل في تايلز يعطونك انفورميشن اكثر من الويدجتس اللي انت قاعد تحصلها على اي او اس. فخلاص بس نعبث ابل، بس نعبث. اتمنى ان تدشون بشيء وايد قوي بسنه 2017. ولما اقول شيء قوي ما اقصد ان يشيلوا بعد فتحات زياده، ولا اقصد يحطون لنا تاتش بار على الايفون. واخر خبرهم راح يكون تسريبات. شركه تي سي ال اللي قامت تصنع هي تليفونات بلاك